بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا عن تخليل الليمون المعصفر. تخليه خلال أسبوع، أو لو حبيت يعيش معاكي فترة طويلة هقولك بردك على الطريقة في نفس الفيديو. أول حاجة معايا الليمون الأصفر، جايباه كده من السوق، غسلاه غسلة كويسة وحطاه على مصفى. طيب أنا جايبة الليمون الأصفر لأن الليمون الأخضر بيبقى نسبة المرارة بتاعته كبيرة شوية، يعني لازم أما نيجي نخلله نقعد نغير له كده كذا يوم المية بتاعته عشان ما يبقاش مر معانا. هنجيب الليمونة ونديها شقة بالطول وبالعرض لحد نص الليمونة بالطريقة. حابة تعملي شقة واحد بس على حسب راحتك، بس أنا بعمل هنا زي علامة الزائد كده شقين. دي الكمية. بعد ما شققتها هبتدي إن أنا أجيب إناء وأحطه على النار، وأول ما يوصل للغليان ببتدي أنزل بالليمون. الليمون أول ما نزلناه ابتدى يعمل تهدية للمية. هحسب 15 دقيقة من أول غليان، يعني أول ما يغلي كده هابتدي أحسب 15 دقيقة. ده لو أنا عايزة آكله خلال أسبوع. طيب لو أنا عايزة بقى يقعد معايا فترة طويلة كده بس هيغيب معايا في السوا، يبقى بس بادّيه غلوة واحدة بس. أول ما يبتدي يغلي أسيبه بس غلوة واحدة بس على النار، وابتدي على طول أطلّعه في قلب مصفى، واسيبه بقى كده يبرد على راحته، من غير ما تحطّي له مَيّة ولا أي حاجة عشان ما ينهريش معاكِ. يبقى أنا حطيته على مصفى وهاسيبه لحد ما يبرد. كده الليمون بقى بعد ما برد معانا بقى إيه، خلاص كده برد. هابتدي نعمل الحشوة بتاعته، عبارة عن ملح وعبارة عن حبة البركة. يعني مثلًا أنا عاملة 4 كيلو من الليمون، حطيت هنا 4 معالق كبار من الملح، وحطيت معلقة من حبة البركة، وحطيت 4 معالق كبار اللي هي معلقة الأكل، حطيتهم عُصفر، والعُصفر ده بتجيبيه من عند العطار، واديتهم هنا كده تقليبة كويسة. وما حبيتش إن أنا أكتر حبة البركة عشان ما يمررش معاكِ، كتره بيمرر معاكِ. هابتدي إن أنا أحشي الليمون زي ما أنتم شايفين بالطريقة دي. هاحشي كل الكمية، باحط فيه كده كمية بسيطة من الخلطة في قلب الليمون. ممكن تحشيهم بقى كده في قلب طبق جنبِك، وبعد كده تبتدي ترصيه في قلب البرطمان. كده إحنا خلصنا الكمية كلها أهي. هابتدي إن أنا أحطه في قلب البرطمان. كده بعد ما عبينا بقى البرطمان هابتدي أعمل المحلول الملحي. مثلًا يعني لو أنا هاعمل كوباية زي اللي أنتِ شُفتيها دي عبارة عن 200 مِلّي مَيّة، حطيت لها معلقة هرمية من الملح. معلقة هرمية يعني معلقة كده كبيرة من الملح، اللي هي معلقة بتاعة الطعام. يبقى أنا حطيت هنا 10 مَجّات من المَيّة، حطيت 10 معالق من الملح معالق هرمية. المَيّة دي طبعًا مغلية وسِبتها بردت، أو مَيّة من الفلتر. قلّبت بقى الملح مع المَيّة، وحطيت هنا كوبايتين من عصير الليمون، يعني 400 مِلّي من الليمون المعصور. بيدّي طعم حلو جدًا لليمون بتاعنا. وحطيت هنا معلقة من هريسة الشطة، تقدري تستغني عنها ما فيش مشكلة، بس برضه بتدّي ريحة وبتدّي طعم حلو أوي. قلّبت كلّه كده كويس، وبعد كده ابتديت إن أنا غطّيت البرطمان لحد ما يغطي فوق مستوى الليمون، وباغطّيه وباحطه في قلب المطبخ. خلال أسبوع لو أنتِ اتّكيتِ عليه في التسوية 15 دقيقة من بعد أول غليان، بتاكليه خلال أسبوع. لو اديتيه غلوة واحدة بيقعد بقى معاكِ ممكن يمكن شهر على ما يبتدي يستوي معاكِ. والسلام عليكم ورحمة